بالنسبة للمسألة الخاصة بمقياس الصورة الجوية، أنا بالله دارك تتعامل مع المسألة كالآتي. أول حاجة بتقرأ المسألة مرة مرتين بتأني. تعال أقيف عند معطيات المسألة، وأنا بقول لك معطيات المسألة خلي بالك ليه كويس. يعني زي ما لما نجي نحل المسائل الرياضية والحسابية يقول لك المعطيات دي، أنا هنا بقول لك أسأل نفسك 3 أسئلة: أدانا شنو؟ وما عندي شنو؟ وعايزين شنو؟ طيب دايما حاول وانت ماسك القلم بتقرا قوم اعمل لي اندرلاين، خدت لي خط في الارقام. انا الان في المساله دي اول رقم بلاقيني كم؟ 30 كيلومتر في الساعه. ما قبلها دي اللي هي شنو؟ السرعه. خلي بالك، يعني انا الان الزول ده مديني السرعه قال 30 كيلومتر، انا بجيب في الارقام فقط. قال 30 كيلومتر في الساعة، دي المعطيات. وقام قال لي قطعت المسافة بين نقطتين في 20 دقيقة. مما قال دقيقة معناه ده شنو؟ معناه ده الزمن، معناه ده الزمن. ما جايب كلمة دقيقة، أنا بقول له 20 دقيقة بالطريقة دي. يلا مديني السرعة مديني الزمن. تعال شوف، قال لك إذا علمت أن المسافة لنفس النقطتين على صورة جوية، يعني مديك المسافة في الصورة الجوية 10 سنتيمتر. بعد ده المطلوب فما هو مقياس الصورة. أنا دي ما عايزها، أنا داير أقيف معاك دايما في المسائل يا أي مسألة بتاعت مقياس صورة جوية، مما يقول لك سيارة وعربة وتحركت بسرعة خلافه، أكد تماما أنت حتجي تقيف هنا الآتي: أنا عندي الآن دي السرعة ودي الزمن، الما عندي شنو؟ المسافة. وهنا مرات بيقوم بيديك ليه، لكن تعال شوف الآن هو كاتبة لي كمساعدة، وأنا بقوم أقول القانون المسافة بتساوي منه السرعة في الزمن. دي معروفة، حتى يا ابني لو ما أداك ليه بالله يحفظ لي ده القانون ده قديم كنا بنستخدمه. المسافة تساوي السرعة في الزمن. تعالوا نطبق مع بعض. أنا بوريك حاجة مهمة جدا، عايل لي هعمل الآتي، هقول له يساوي السرعة ادانا لها كم؟ يلا عليك الله عايل لي كويس. ال30 دي تمييز شنو؟ كيلومتر. طيب حنجي نضربها في الزمن، حنضربها في كم؟ 20. ال20 دي تمييز شنو؟ دقيقة. يلا أنا داير آخذ وقفة صغيرة، عندي حاجتين هنا هعمل لك لازم تلاحظ في أي مسألة فيها مقياس بتاع صورة جوية بسرعة وزمن وعربة وتحركته. أنا التمييز ده كيلومتر، قال لازم أحول الكيلومتر ده لسنتيمتر، معناه أنا عارف أنه الكيلومتر بيساوي كم سنتيمتر؟ 100,000. 100,000 دي لو يطلع حصة دي 5 أصفار، يعني أنا بالطريقة دي. طيب بنجي نعمل حاجة تانية، دي 20 دقيقة، أنا لازم أقسم دي على 60. شوف دايما عشان ما نقوم نحفظها حفظا، ما تقول لي والله ربع وتلت ونص وما بقى كده، لا، اقسمها عديل. تعال شوف الناتج بتاع الاختصار بديك هو المسافة الطبيعية أو المسافة الحقيقية اللي أنت طلعتها. الآن نحن يا جماعة نختصر مع بعض. أنت داير تختصر، ممكن أختصر كده، ممكن أختصر كده، شوف اللي بيريحك وكله صح في الحالتين. انت لو جيت اختصرتها بالطريقه دي ما 30 قلت الصفر مع الصفر وعلى 3 فالواحد 3 فالاثنين على 2 فالواحد على 2 فيها صح بالطريقه دي. ولو جيت اختصرت لي كده هتلقى دي تلت هي صح اللي هي كده، عشان ما تتلخم لي انا اوريك ليها. ودي 30. المره دي انا داير اقوم داير اختصر، هقول الصفر مع الصفر على 2 فالواحد على 2 فالثلاثة على 3 فالواحد على 3، في النهاية النتيجة مالها واحدة. اختصرت كده أو كده. يلا تعال في النهاية أنا داير الجواب النهائي، أنا داير دي كم؟
10 ودي كم؟ 100,000. 100,000 فيها 5 أصفار ودي 10 معناه حازيد صفر صح؟ حيكون عندي بقت مليون حازيد صفر دي. فبس اتذكر لي حاجتين، كيلومتر لازم نضرب في كم؟ 100,000. ولما تلقى دقائق 20 دقيقة 15 دقيقة 30 دقيقة أيا كان تقسم على كم؟ على 60. لا ما لسه ما نحن عندنا هناك المقياس البياني النسبي أو الكسري لا يتم تمييزه. انت بعد ده داير الحاجة الثانية يقول لك فما هو مقياس الصورة. نحن القانون طبعا اوريدي حافظينه. أنا لما أقول لك مقياس الصورة وخلي لي بالك مقياس الصورة الجوية قالوا دائما بيساوي لنا المسافة شنو؟ على الصورة على المسافة الحقيقية على منو؟ على الأرض أو الطبيعة. يا جماعة أنا حليتها بالطريقة دي لسبب أنا دائما شايف في طلاب كتار بيقوم يختصر. أنا عندي القانون ده إذا ما اداني لي أنا كتبته اداني فوقه درجة. القانون ده لازم أكتبه عشان ألقى قصاده درجة أو نص درجة. فيبقى جيت كتبتها معناه بعد ده نجي نعوض بالأرقام بتاعتنا. يا جماعة الزول ده قال لي المسافة على الصورة في المسألة اداني لها كم؟ 10. يا هدي بخليها حاجة أقسمها أنا بقول 10 دي مقسومة على المسافة الحقيقية دي كم؟ مليون. دي 6 أصفار. بعد ده بختصر اختصار عادي صح؟ اللي هو 100,000. بقوم أشيل دي وبترجع لي. إذا المسألة دي جاتني بطريقتين، بقول له 1 على 100,000 1 إلى 100,000. يعني أنا عندي إلى وعلى. وبالله خلي بالك لما نقول على ونقول إلى دي نقطتين فوق بعض، وهنا دي على. هنا بالطريقة دي على في بسط ومقام معناه ماله كسري. لما تكون في إلى دي معناه شنو؟ نسبي.